أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وبسبب الأمطار الأخيرة لا تسمح باحتضان أي مباراة. من أجل ذلك تقرر نقل مباراة النصف النهائي لكأس عالم الأندية بين الريال مدريد وكروز أزول إلى ملعب مدينة مراكش. قرار جاء مفاجئا لمشجعي الفريقين. ما كليش من فاس غنطلع لمراكش، ما عنديش نورمالمون الفلوس باش نطلع ندوز سيمانه سما ولا 4 ايام، يعني خصهم يديروا معنا شي حل. هادشي ماشي معقول. الحاله ديال التيران كانت باينه في الماتش الاول بان داك التيران راه ما غيتلعبش فيه ريال مدريد. درت واحد لاشا اون لين المقابله ديال النصف النهائي ديال ريال مدريد، خديت كل تيكي خديته ب 1000 درهم، دونك لي 3 خديتهم 3000. واليوم جا هذا القرار، واحد القرار بقرار مفاجئ وقرار تاخذ في رمشه عين. بعد هذا القرار لجأ عشرات المشجعين إلى محطة الرباط المدينة كأحد نقاط بيع تذاكر الموندياليتو، حاملين تذاكرهم من حيث اقتنوها للمطالبة بحل لا جواب. مازال ما داروا معنا حتى حل. قال لك راه دايرين اجتماع، قال لك يقدروا يرجعوا لنا الفلوس ديالنا، وكيقول لك يقدروا يديروا الترونسبور فابور لمراكش. هذا زيرو صراحه الله، هادشي خاصو يتعلم من قبل، والغازو حتى هو كان زيرو. سيناريوهات عدة تتداول بين إمكانية استرجاع المشجعين لقيمة التذاكر أو تخصيص حافلات مجانية لنقلهم لحضور مباراة الثلاثاء، لكن حتى الساعة لا قرار رسمي. وقد أكد بلاغ